شاهد قبل الحذف. استنى يا صاحبي، حرام يا صاحبي، هو انا بعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ ما تستهونش بالنظرة، علشان هي دي باب الفتنة، هي دي اول خيط هيشدك بعد كده، وتفضل سارح وغرقان في معاصي، وفجأة تفوق على كبيرة من الكبائر وتقول لنفسك انا وصلت لكده ازاي؟ تخيل معايا كده يا صاحبي، في 2 محبوسين كل واحد في أوضة، بقالهم يومين ما كلوش أي حاجة خالص، وجيت عند أول واحد فتحت له شباك صغير ووريته أحلى أكل وأحلى عصاير، وبعدين قفلت الشباك تاني، والتاني سبته زي ما هو، لا شاف ولا شم ولا عارف حاجة. تفتكر مين فيهم بيتعذب أكتر؟ أكيد اللي شاف الأكل وما قدرش ياخده. علشان كده ربنا قال ولا تقربوا الزنا، مش بس ما نزنيش، ده قالك ولا تقربوا، يعني ما تقربش من الأساس. النظرة اللي انت مستهون بيها دي يا صاحبي هي اللي بتربي جواك شهوة، وكل يوم بيكبر أكتر، ولما يجي يخرج هتغلط أكتر وهتتحرم من رزق كان جايلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني نظرة واحدة ممكن تضيع رزقك وتقفل باب كان مفتوح ليك من ربنا. وانت يا أختي عارفة كل نظرة من شاب ليكي بتأثر في رزقك وجوازك؟ دي مش حاجة بسيطة. تخيلي لو عندي علبتين، واحدة مفتوحة وكل الناس شافوا اللي جواها، والتانية متغلفة وشكلها شيك، أكيد الفضول هيخليني أفتح المتغطية. اللي اتكشفت خلاص بريقها راح. حافظي على نفسك، جمالك في حيائك مش في التبرج. ربنا قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت. العلماء اختلفوا الحياء في كلامها ولا في مشيتها، لكنهم اتفقوا إن جمالها في حيائها. يا شباب يا بنات، ما تخلوش ربنا أهون الناظرين إليكم. استعينوا بالله ولا تعجزوا. ابدأوا من النهاردة، قول يا رب أنا تبت إليك بالصدق. اعملي حظر لكل اللي يوصلك لباب الفتنة، وما تبعدش عن الصحبة الصالحة. اسمع قرآن بدل الأغاني اللي بتفتح الباب ده، وكل مرة تبعت فيها فيديو غلط ابعت مكانه فيديو ينفع الناس، ويمكن ربنا يغفر لك بسببه. قول يا رب بداية جديدة. وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.